الارض في منطقه السلطان احمد، هتلاقوه قدام جامع ايا صوفيا، وهو اسمه سهرنج البازيليك او زي ما بيقولوا عليه القصر المغمور. وده لان هو مليان اعمده فسموه كانه زي القصر. المكان ده هو خزان الميه، كانوا بيستخدموه في وقت الدوله البيزنطينيه، واللي بناه الملك الامبراطور البيزنطيني جاستنيان. وهو مكان تاريخي عمره اكتر من 1500 سنه. لما تيجوا هتحسوا بالاجواء التاريخيه كمان. المكان متحدث ومزودين له انوار واصوات تخليكم تحسوا بقد ايه المكان ده قديم وتاريخي، وهتنبسطوا جدا لو انتوا بتحبوا الاماكن التاريخيه. احنا دلوقتي هنتجول فيه ونشوف ايه الحاجات الموجوده جوه الخزان، فلو انتوا مهتمين خليكم معانا لاخر الفيديو. المميز في المكان ده كمان انه بتصور هنا فيلم توم هانكس انفيرنو، او زي الاتراك مسمينه جهنم. كان متصور هنا في نفس المكان ده. من الحاجات التانية اللي هتلاقوها جوه سهريج البازيليك هي راس ميدوسا. وميدوسا هي شخصية أسطورية موجودة في الحضارة الرومانية، وهي المفروض ان اللي بيبص في عينيها بيتحول لحجر، وعلشان كده الناس بتيجي هنا وبترمي فلوس جنب راس ميدوسا فيمنعوا الشر عن نفسهم. وحواليها اساطير تانية كتير عن ان هي كانت بنت جميلة وتحولت لبنت وحشة. وكده نكون خلصنا النهارده جولتنا في سهريج البازيليك الموجود في منطقة السلطان أحمد. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة وتابعونا عشان تشوفوا فيديوهات تانية. باي باي.